والكاتب هنا بيقول إن التغيير بيتم على 3 مستويات، إما على مستوى النتائج أو على مستوى العمليات أو على مستوى الهوية. ومعنى التغيير على مستوى النتائج إن التغيير بيكون معني بالمحصلات، زي إنك عايز تخس أو عندك رغبة في نشر كتاب أو إنك عايز تفوز ببطولة وغيرها من الأهداف اللي بتحطها لنفسك. وبالنسبة للتغيير اللي بيبقى على مستوى العمليات فده بيكون معني بتغيير عاداتك وأنظمتك، وده الخطوات والقرارات اللي بتاخدها وانت في طريقك لتغيير أو تكوين عادة. والنوع الثالث من التغيير هو تغيير هويتك، وده بيكون معني بتغيير معتقداتك، زي انك تغير نظرتك للعالم او نظرتك لصورتك الذاتية عن نفسك او نظرتك بخصوص الأحكام اللي بتصدرها على الناس. وفي كل الأحوال تغييرك لعادة وتكوينك لعادة جديدة بيتم على 3 مستويات، واللي هي إما إنك تبدأ من النتائج مرورا بالعمليات اللي هتقوم بيها في طريقك للوصول للأهداف اللي أنت حاططها لنفسك، اللي في النهاية هتوصلك لتغيير هويتك، أو إنك تبدأ من رغبتك في تغيير هويتك وبالتالي تقوم بإجراء تغيير على مستوى العمليات اللي في النهاية هتوصلك للنتائج اللي عايز توصل لها. وملخص الجزئية دي، النتائج هي الأهداف اللي بتكون عايز توصل لها لما تكون عايز تكون عادة حسنة أو تتخلص من عادة سيئة، والعمليات هي الخطوات اللي بتقوم بيها أو بتلزم نفسك بيها وانت في طريقك لاكتساب عادة جديدة أو التخلص من عادة سيئة. والهوية هي اقتناعك اللي بيخليك تبدأ تغير عادة سيئة وتكتسب عادة جديدة، أو اقتناعك اللي بتوصل له من بعد وصولك للنتيجة اللي كنت عايز تحققها.